بيبقى في دايما سؤال كده بيجيلي عن احنا ازاي نطبق الاجايل على السكيل كبير شويه اللي هو بنسميه سكيل ذا اجايل. والناس بتبقى محتاره ما بين اكتر من فريم ورك. في فريم وركس عمالين الناس يتكلموا عنها زي نكسس، ديسيبليند اجايل، سكرام اوف سكرامز. طبعا لازم نقول سيف سكيل ذا اجايل فريم ورك فور انتربرايزز. في اكتر من طريقه في دلوقتي اكتر من فريم ورك، والناس محتاره ازاي نطبق اجايل او احنا هاو تو بي اجايل. الاجابه على الموضوع ده ان انت محتاج تفهم الاسنس اوف اجايل، ان انت تفهم يعني ايه اجايل اصلا وتبقى اجايل ان اجايل ادوبشن. انت مش محتاج تمشي على فريم ورك واحد وهو ده اللي هنمشي عليه بالتشيك ليست ديت، ويا اما نعمل ده يا اما احنا كده مش اجايل. لا خالص، شوف الحاجه اللي مناسبه للتيم بتاعك، للديبارتمنت بتاعك، للبي ام او اللي عندكم في الشركه، والاندستري اللي انتوا شغالين فيها، طبيعه العملاء، الداينامكس بتاعه الشغل اللي انتوا شغالين فيه. كل ده بيفرق كتير جدا في اختيارك للفريم ورك. وفي الاخر لما هتيجي تبص على الفريم وركس دي كلها هتلاقيهم بيوفرلابوا مع بعض في حاجات كتيره جدا جدا. هتلاقيهم يعني ايه الفرق ما بين نكسس وسكرام اوف سكرامز؟ مثلا لو احنا جينا نتكلم على سيف، هتلاقي برضو ان في سكرام تيم او السكوادز شغاله، واحنا بس بنالاين ان السكواد بتاع لاين اوف بزنس معين، او اللي ماسك ايبك او فيتشر معينه، او ماسك جزء من البرودكت اللي احنا شغالين عليه، انه يبقى الايند مع الاوفر اول استراتيجي بتاعه الشركه كلها. فاعمل ده باي طريقه انت تحبها، مش لازم تمشي على فريم ورك محدد. انت الاساس انك تعرف الاجايل مانيفستو، تعرف السيرمونيز الاساسيه اللي في الاجايل، وبعد كده تطبقها باي طريقه. اتس اب تو يو. اي كتاب في مجال البروجكت مانجمنت بتلاقي اول صفحه فيه بيقول لك ايه؟ ان الحاجات دي هي بيست براكتسز، انت ممكن تطبقها، ممكن تطبق حاجات مختلفه، مفيش وان سايز فيتس اول. واهم حاجه في البروجكت مانجمنت هي التيلورينج، انك تأيف الحاجه عليك. تيلور اللي هو زي الخياط، هو بياخد حته القماش ويعمل منها بدله لحد، ممكن يعمل منها تي شيرت، ممكن يعمل منها قميص، ممكن يعمل منها اكتر من حاجه. فانت بتاخد الفريم ورك وتطبقه بالشكل اللي مناسب ليك وللشركه بتاعتك والاندستري اللي انتوا شغالين فيه.